السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن توقعات يومين، آخر يومين في الشهر، يوم 30 و 31 شهر يناير 2023 الموافق الاثنين والثلاثاء. هتكلم معاكم سريعا عن كل يومين زي ما عودناكم كده. كل تحرك القمر هتكلم عن تأثير ذلك التحرك بطريقة سريعة، لكن ما تنسوناش بالاشتراك. الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اوعوا تنسوا الاشتراك. ونقول سريعا: ماذا يحدث بانتقال القمر الى الجوزاء؟ هي فترة من الممكن ان تكون حاسمة، فالفترة تتطلب منك لخطوات جدية. يعني خلال الفترة هيكون عندك الطاقة للحسم، لأن تكون جدي، إنك ترد بوضوح وصراحة، لسان رصاص، وش خشب، كل الأسلحة المتاحة عندك. مرحلة أيضا نصيحة بس: تجنب المواجهات المباشرة مع الناس اللي ممكن يبقى في بينك وبينها علاقة مستقبلية، علشان ما تخسرش حد عزيز عليك. ايضا خلال الفترة عندك القدرة على العمل الجاد، وهتثبت نفسك قوي. عندك الطاقة لده، عندك الطاقة انك تظهر قوة، شدة، مفيش رحمة. هتبقى شديد قوي خلال اليومين، لكن احذروا العصبية. ايضا في المشاعر مع شريك الحياة حاول انك تلطف الامور، او ما تبقاش متسرع. طاقة برج الجوزاء ما هياش بالسهلة، لكن من الممكن ان تكون اكثر المستفيدين، خاصة في قرارات من الممكن ان تكون جريء في اتخاذها خلال اليومين. عندك الطاقة لده. دي نصيحة سريعة كده، وزي ما عودتكم او هبدأ اعود الناس كلها، كل الابراج بتحرك القمر لازم هتكلم بالتفصيل التأثير علشان ما تنسوش. ده الى جانب التوقعات كل 5 ايام اللي بنزلها، الى جانب التوقعات الشهرية، مش هسيبكم. حاجه تاني، التنويه: الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه اوعى تبخل عليها بالاشتراك. اللي عايز قراءه خاصه بعملها مكالمه مباشره، كاتب رقم الواتس على عنوان الحلقه وايضا على الشاشه. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس، بكشف لك كل شيء، كل حاجه بكشفها لك. الناس اللي حواليك، الناس اللي بتستهبل وعامله بتحبك، الشخصيات اللي وياك وعامله انها معاك وهي ضدك من الاساس، او جواسيس عليكم. اللي عايز قراءة بكشف لك كل حاجة، حتى في خلال السنوات القادمة. يا رب كده حبايبي برج الجدي جميع الأبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.